اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حالة في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بكل خير يا رب العالمين. اللهم نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. يا رب اغفر لنا وسامحنا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. يا رب اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. الذكر ده جميل أوي 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 أوي. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. يا رب يا حي قيوم. زي ما شفتوا معانا احنا بنعمل ايه. عملت تتبيلة البانيه كلنا عارفينها وكلنا شطار. عملتها بلبن، كان عندي شوية لبن متقطعين كده، قمت حطيت بدل ما اجيب زبادي وكده. حطيت بقى بهاراتها وتوابلها، ملح وحطيت سكر وحطيت 7 بهارات وبابريكا وملح وسكر. ايه كمان تقريبا مفيش ما حطيتش حاجة كتير يعني. وحطيت البانيه كنت قبل ما اروح الشغل. قمت تاني ايه حطاه في التلاجة برضه قبل ما اروح. كنت مقطعه مكسره التمر يعني حشى البذر منه وحطيته غليت عليه اللبن. يعني ايه في وقت كده ما اكون بسينة في الأكاديمية بتاعتها وكده، وقوم ايه انا بخلص قبل ما اروح. هنا بقوم متكلة عليها وانا افطر وهي تروح اي حاجة. كنت هعمل مكرونة وبانيه. المكرونة المرة دي يعني هعمل نوعين مكرونة في الفيديو ده. مكرونة مسلوقة بالصلصة كده ومكرونة ايه متحمرة، هنشوفهم دلوقتي. الاتنين احلى من بعض. سلقت المكرونة بس دلوقتي المكرونة عايزة غلوة واحدة بس وتشيليها وتسبكي الطماطم بتاعتك والصلصة بتاعتها وتحطي فيها زي ما انت شايفة كده. هنا عشان نقلي البانيه جبت البقسماط وجبت معلقتين دقيق ومعلقه نشا وحطيت البهارات اللي انا كنت حطاها في البانيه، حطيت هنا الملح وما عدا السكر طبعا. وزودت هنا ايه كركم برضو. انا متهيألي كنت مزوده ايه حطاه هناك في التتبيله. والله العظيم الفيديو ده يعني يعتبر من نص رمضان، واللي يجي بعدها بكام يوم يعني 2 في اسبوع واحد. اقلب اول فيجيتار. انا ما لقيت، كنت مفكره في البقسماط كنت مفكره عندي فيجيتار او كورن فليكس ده، ما لقيتش اللي هو الحبيبات ده. كنت ببقى اجيبه على طول بس خلصان. كنت بعباية جيت بقى من الشغل بدأت على طول في القلية والمكرونة وكده يعني. احطه في الفيجيتار واطلعه احطه اعمله بس يا دوب بس ابله ميه تاني وارجعه تاني عشان يعمل كفر حلو كده. شفته كفر جميل قوي يعني. عامل قشرة حلوة يعني زي البشور كده عليه. كل ده في الاستعجال يعني انا باجي الساعة 5 وشوية يعني قوي 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 لما كنت باجي 5 ل10 بطلع 5 ل10 نوصل بقى 5 كده يعني. معظم الأوقات بطلع 5 مكنتش بلحق يدوب. فالحمد لله وبتتقضي طالما مجهزة نفسي خلاص تمام. وحتى انا ايه وكنت بقليه. المرة اللي بعدها المكرونة بقى هنشوفها دلوقتي اهو. طبعا ما بتجيش يمها لحد ما تشمع من تحت وتقلبيها تحمر كده، تقلبيها وترجعي تقلبيها تاني يعني ايدك فيها برضو عشان ما يتحرقش. انا صراحة كنت بسيبه وكنت بعمل حاجة تانية، ما كنتش واقفة جنبه. طبعا الطاسة دي في كل بيت مصري صراحة يعني انا الحمد لله. عشان محدش يقول ايه كلمة على الطاسة هنعمل ايه في الطاسة. انا كنت الاول بخلص منها واغسلها بس. ده اللي بيقولك ايه حلو طول. الواحد ما بنهضش مش عارفة ليه والله العظيم. يعني احنا بنجري ورا الوقت، وقت بيجري ورانا، بنجري ورا الزمن والزمن بيجري ورانا ومش ملاحقين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم انك عفو كريم وتحب العفو فاعف عني. بقول لكم شوفوا البتاع مقرمش وجميل، بس مش عارفه صوته مش باين ليه. والله كان بيخربش وجميل قوي، من بره حلو مقرمش ومن جوه طري وحلو وجميل ومستوي وجميل قوي. انا اللي مقطعاه في البيت. انا جبت صدر وايه وقطعته في البيت. بصراحه انا ما حطيتش ايدي في الجلاش ده، بسينة اللي كانت عاملاه قلت اما اصورها بيه، هي ما كانتش عامله حساب التصوير اصلا، فلقيتها بتعمل عملت شويه حمرت لهم كنافه وشويه بالمكسرات. انا في نفس الوقت خدت اللي هو اليوم التاني بتاع المكرونه، بس بعدها بكام يوم صراحه هي هفت عليا المكرونه المتحمره، مش متحمره بقى، انا مش ما سلقتهاش، حطيت معلقتين زيت وحته سمنه وحمرت فيها المكرونه. برضو روحت من الشغل والله لقيت بسينة انا اللي كنت جايبه قطايف على اساس ان اعملها بالمكسرات، قالت لا مش عايزين بالمكسرات، مش عايزينها حلو، احنا عايزينها عملتها حشتها جبن ولانشون وكده وجبنه رومي وكده. طبعا هي سوت كله مع بعضه، الجلاش اللي هو الحشو اللي هو بالكنافه والحشو اللي بالمكسرات مع بعض. صلوا على النبي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، حطوا لايك. عليكم السلام. او جبت حمرت المكرونه وحطيت لها الطماطم، كنت عصره طماطم حطيت عليها، حطيت لها حاجه، حطيت لها مرقه دجاج، حطيت لها ملح، حطيت لها فلفل اسمر بس. لا كمون يا ربي. او او البهارات، البهاره اللي انا عاملاها اللي هي الدقه اللي انا عاملاها، ببقى عم اجيبها خلطه يعني حاجات اول ورق كده واعملها خلطه عندي، بس اكترها كمون صراحه. يعني المكرونه دي عايزه الملح، الملح والكمون وشويه فلفل اسمر، بس انا زودت مرقه دجاج. عاملين بطاطس طول رمضان بقى، البطاطس دي معانا على الفطار. والله احسن من الكيس الشيبس اللي بتيجي من بره، انا بحبها عنها صراحه، يعني انا اجيب ديت واكل منها وما اكلش انا الشيبس اللي جاي من بره، بحس انه بيتعبني. ده اللي وريتهولكوا ده العسل بتاع الجلاش. ده هنقل دي اليوم اللي عملنا فيه المكرونه اللي هي بالمتحمره ديت. ده ستريبس جاي جاهز كده، انا ما عملتوش في البيت، كنت عايزه اعمله في البيت بس الواحد مش ناهض بقى. انا برتاح في المكرونه ديت عن المكرونه اللي هي اللي انا كنت عاملاها في اول الفيديو اللي هي بالمسلوقه يعني، حاسه ان دي حلوه كده. كل سنه وانتم طيبين وعاد عليكم الايام بكل خير يا رب. معلش على الاصوات ديت، لان والله انا بسجل وانا في الشغل والله العظيم. انا ما بلحقش اصلا، عم بيجي واروح الساعه 5 وارجع تاني بعد الفطار وبنروح يعني، واحد بيبقى خلاص بنرجع الساعه 11 ولا بعد 11 يعني، مش بيقدرش. دي البطاطس اهي ما شاء الله طعم بتقرمش وجميل، احسن من اللي بتيجي من بره، تحط عليها طعم، تحط عليها مرقه دجاج بقى جميله وصحيه عن اللي بتيجي من بره. ده كوكتيل بقى، بس الفيديو خلص عليه ما كملناهوش، اول فيديو ما اعرفش ما صورناش، مش فاكره صراحه. طبعا كلنا عارفين انه موز واناناس وده